السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني تيست هنجربه من التستات الخاصة بحواض المارين. الاختبار بتاع الكي اتش. طبعا لسه في بقية الاختبارات هنشوفها ازاي تستخدم التيست بتاع الفوسفات والنترات، والتيست بتاع المغنيسيوم احنا اوريدي شفناه، وفي تحذير مهم جدا لازم تشوفه، وتيست الكالسيوم من ريد سي. في تنبيه مهم انا قلته في الحلقة اللي فاتت الخاصة بالتيست بتاع المغنيسيوم. يا ريت ترجع لها في اول دقيقه فيها بس عشان تعرف معلومه مهمه عن الشركه بتاعت ريد سي. طبعا الكي اتش احنا اتكلمنا عنه قبل كده في التيست بتاع اي بي اي بتاع الكي اتش. عايز تعرف اي معلومه عنه تقدر ترجع للحلقه اللي احنا اتكلمنا فيها عن الكي اتش مع تيست الاي بي اي شركه اي بي اي. ولكن النهارده هنعمل التيست باستخدام ادوات الاختبار بتاعت شركه ريد سي. ده شكل العلبة من بره، كل العلب شكلها واحد في الغالب، وطبعا هنا بيقولك ان التيست ده تقدر تستخدمه لحد 75 مرة، اللي هو تعمل بيه يعني 75 تيست. برضو نفس الفكرة، جوه هتلاقي في علبة اللي هي معمولة الفبر القوية اللي بتشيل فيها التيست بتاعك. طبعا كل التيستات دي لازم تشيلها بعيد عن ايد الاطفال. دي حاجة لطيفة بتتحط في العلبة بتاعت التيستات بتاعت ريد سي. كي اتش بفر، او اللي هو السائل اللي انت بتحطه لو الكي اتش عندك قليل. تيست الكي اتش ده من اسهل التستات في اي ادوات اختبار، يعني مش محتاج اي حد يعرف يعمله يعني. طبعا عندنا السرنجات بتاعه المعايره، السرنجه ال1 مللي اللي بناخد بيها السائل المعايره بتاع الكي اتش، سرنجه 10 مللي اللي بنسحب بيها الميه العينه اللي احنا هنسحبها من ميه الحوض، وده هنا سائل المعايره بتاعنا بتاع الكي اتش. وطبعا القارورة بتاعة الاختبار والهولدر اللي هو بيتحط فيه القارورة وبيتحط فيه السرنجة بتاعة المعايرة عشان نبدأ نعمل المعايرة للمية. وده اللي هو التعليمات او الانستراكشن بتاعة الاستخدام التست، ومعاها في ظهرها الجدول اللي بيقول لك ازاي تقرا النتيجة بتاعتنا بتاعة التست. زي ما احنا شايفين التعليمات واضحة وسهلة، وده اللي هو الجدول اللي هيقول لك القراية بتاعتك انت النسبة بتاعت الكي اتش بتاعتك قد ايه بالظبط في الحوض. نبدأ بقى الاختبار بتاعنا. ناخد العينة، ناخد ال10 مللي من مية اللي هي بتاعت الحوض بتاعنا اللي بنقيس منه، ونحطها في القارورة اللي هي بتاعت الاختبار. تمام زي الفل. بعد كده هنسحب 1 مللي بالسرنجة اللي هي بتاعت المعايرة الخاصة بسائل المعايرة بتاع الكي اتش الموجود معانا. 1 مللي في السرنجة، وخلي بالنا برضو زي المرة اللي فاتت هنشيل نسحب بيها مرة وبعد كده نفضيها تاني في العلبة او في القارورة بتاعت الكي اتش، وبعد كده نسحب تاني ونخلي الكاوتشة زي ما قلنا على اخر علامة للقياس. هيبقى في مساحة فاضية، المساحة الفاضية دي موجودة في الجزء الاولاني اللي هو الازرق ده من السرنج. هنستخدم طبعا الحامل او اللي هو اللي احنا نركب فيه السرنجة بتاعت المعايرة، وهنركب القارورة اللي فيها العينة بتاعت سائل المية اللي احنا واخدينها من الحوض. وهنا التست سهل وبسيط قوي. انت تبدأ تنقط نقطة نقطة على المية وترج نقطة وترج. هو بيقول لك ان التست يعني الظريف فيه ان انت البداية هتلاقي المية بدأت لونها بقى ازرق. بعد ما اللون يبقى ازرق هتلاقي المية لما توصل اللي هي للكمية اللي هتعرف انت بيها قيمة الكي اتش عندك، هتكون العينة اتقلبت من اللون الازرق للون الاخضر. الظريف في التست ان انت لو زودت عن الكمية بتاعت سائل المعايرة زيادة عن اللازم، الاخضر ده هيتحول اصفر. فخلينا نشوف مع بعض بس يعني سريعا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه ده. بص بقى كده عندك اللون، شايف اتقلب ازاي من اللون الازرق للون الاخضر. طبعا هنقيس، هنشوف الكمية اللي باقية قد ايه، وهنبص نقيس لفوق الكمية اللي هي خلصت
بص هنا اخر السائل عندنا عند كام، عند كان ساعتها 5.5. نرجع بقى للجدول ونشوف اللي هو 5.5 اللي موجودة دي عندنا في اللي هو الكمية الباقية، يبقى معنى القراية بتاعتها قد ايه بتاعت الكي اتش، ونعرف اذا كنا احنا محتاجين نزود بقى نزود الكي اتش نرفعه، ايه القصة كلها. وزي ما قلنا لو احنا زودنا، بص خد بالك شايف اللون اتحول من اخضر لاصفر ازاي، عشان انا زودت عن الكمية اللي انا كنت المفروض انزلها. اختبار سهل وبسيط في كل انواع التستات، الكي اتش من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تقيسها. طبعا انا 5.5 دي تقريبا انا فاكر ساعتها كانت حوالي 7.5 حاجة زي كده، دي اللي هي نتيجة الاختبار. الكي اتش حاجة مهمة جدا 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 في حواض المارين، وخاصة حواض الشعب، بيأثر على كل الكائنات، عنصر البطل زي ما انا سميته قبل كده. وزي ما قلت الميزة بتاعته ان هم حاطين معاه حاجة اسمها كي اتش بفر، ازازة زيادة كده تقدر تزود بيها الكي اتش، ترفعه لو هو النسبة بتاعتك قليلة عندك في الحوض عشان ما يحصلش مشكلة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو انت حابب تتواصل معايا على الفيسبوك جروب احواض المالح للمبتدئين الاحواض البحرية، انا احمد انديل. ولو انت عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.